السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد الشريف من جول استوديو. انا الصراحة بحب ابدأ بالماتشات السخنة، يعني بعد كده نهدى 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 نهدى. فنبتدي بالماتش اللي كان تقيل قوي ما بين توتنهام ومانشستر سيتي، اللي اتلعب في استاد بتاع توتنهام. يعني اللي ما شافش الماتش ده يرجع يتفرج عليه، بجد هو من احلى الماتشات اللي شفتها السيزون ده في الدوري الانجليزي. مانشستر سيتي نزلت الشوط الاولاني، كانت لعبة الصراحة مستوى عالي جدا. جوارديولا كان قاري الماتش، قدر يطلع بالشوط الاولاني بهدفين. واي نعم، هالاند بعيد عن المستوى بقاله فتره كبيره، بقاله كتير ما بيلعبش حلو. بس مانشستر سيتي كمنظومه لعبت حلو جدا، ادت مستواه حلو، سواء راين شيركي كان بيلعب حلو، برناردو سيلفا حتى اللي مختفي بقاله فتره برضه كان بيلعب حلو، سيمينيو الصفقه الجديده برضه بيلعب حلو. الفرقه كلها كسكواد بتلعب حلو برغم الغيابات بتاعه الدفاع. كانت بتلعب حلو في الشوط الاول، وجوارديولا قدر يطلع باللي هو عايزه من الشوط الاول. بس الشوط الثاني ما بين الشوطين، توماس فرانك المدرب بتاع توتنهام اتكلم مع اللعيبه وقرا الدنيا وقرا مفاتيح، خلاص جوارديولا وقرا مفاتيح مانشستر سيتي، وقدر ازاي يرجع بالكامباك، رجع الشوط الثاني. بجد هو الشوط الثاني بالنسبه لي ده كان المتعه كلها الصراحه. اللي ما شافش حتى الماتش ومش عايز يتفرج على الماتش يرجع يشوف حتى الهايلايتس ويتفرج على الشوط الثاني بس. توتنهام عملت ماتش عالي جدا، بقالي كتير قوي ما شفتش توتنهام بتأدي بالمستوى ده وبالمتعه الكرويه دي. توماس فرانك قدر يقرا مفاتيح لعب جوارديولا ويقفلها له، وبدا يعمل هاي بريشر ويضغط، بقى هو اللي بيطبق نظريه الضغط العالي من عند الدفاع من قدام. توماس فرانك ضغط كتير بسولانكي بقى وبجالاجر، وكل اللعيبه كانت بتضغط. والصراحه توتنهام عملت شوط بجد بالنسبه لي عالي جدا جدا جدا. شفت الماتش انا انبسطت جدا. هجمه من هنا على هجمه من هنا، وتوتنهام الشوط الثاني نازله كبسه كبسه بطريقه مش طبيعيه، مخليه الماتش كله في التلت بتاع مانشستر سيتي، وقدرت تتعادل 2-2. وكانت على فكره كانت هتكسب الماتش. بس الماتش بالنسبه لي يعني عارف اللي هو ايه، انا مش فارق لي مين يكسب خالص. انا بالنسبه لي بجد انا استمتعت بالفرجه، وبجد احييهم على الاداء والروعه دي الصراحه. نخش بقى على الماتش بتاع مانشستر يونايتد وفولهام اللي اتلعب في الاولد ترافورد. ماتش الصراحه قوي جدا برضه، من الماتشات اللي عجبتني. يعني انا بطلع اتكلم عن الماتشات بس اللي بتعجبني الصراحه والماتشات القويه. كان ماتش مانشستر يونايتد وفولهام. مايكل كاريك بقاله فتره ديكوا شايفين عامل اداء جامد جدا. مايكل كاريك ده اللي هو المدرب بتاع مانشستر يونايتد، عامل اداء كويس جدا الصراحه مع مانشستر يونايتد. بقالنا كتير ما شفناش اليونايتد بتلعب بالروح دي، وما شفناهمش ما شفناش الجمهور مبسوط من مانشستر يونايتد قد الفتره اللي احنا فيها دي. اي نعم، هو لسه مش قادر احكم عليه اقول هو مدرب عظيم ولا لا، لان لسه سيزون طويل ولسه هو جاي في وقت كان الدنيا خربانه فيه، فما مش قادرين نحدد. بس هو لحد دلوقتي هو عمل اللي عليه، واخد العلامه لحد دلوقتي ان هو قادر يفارق. حتى في يعني بعيد عن ان هو بيكسب، بعيد عن ان هو بيجيب نتائج حلوه، هو حتى فارق في طريقه اللعب. عارف يوظف اللعيبه ازاي صح، عارف يستغل كل لعيب. اللعيبه تحسها فايقه، اللعيبه تحسها مبسوطه من المدرب، مش قافشين مع المدرب. تحس اللعيبه عايزه تلعب، تحس الجمهور نفسه حتى شايط والدنيا لذيذه ومبسوطه والجميله. مانشستر يونايتد نزلت الماتش عملت جيم عالي قوي الصراحه على فولهام. جابت جونين في الاول، فولهام رجعت اتعادلت معاها. طبعا التعادل ده حصل بسبب لما كاريك طلع كازيميرو من نص الملعب. طبعا كازيميرو كلنا عارفين انه خلاص هو ماشي من يونايتد، خلاص ده اخر سيزون بالنسبه له. ف برضه واحد لعيب زي ده، لعيب ستة ده زي ده يفرق جدا في المنظومة. طبعا هو كان لازم يريحه لان خلاص 2-0، فهو بالنسبة له لازم يغير وتدوير وكده. بس لما كازيميرو خرج دخل في فولهام جونين، دخل في مانشستر يونايتد فولهام جابت فيها جونين. الماتش اتقلب بقى 2-2، بقى الماتش بقى حماسي اكتر، والموضوع بقى فيه ستريس اكتر، والجمهور بدأ مركز على كل كورة مع الحكم وبتاع. بس يونايتد قدرت تخلص الماتش لصالحها، جابت الجون الثالث عن طريق برونو فرنانديز. عدى بكوره حلوه جدا الصراحه، تمويه عدها حلو قوي، ولعب الكوره عرضيه ارضيه الناحيه الثانيه لبنجامين شاسكو، والصراحه شاطها في المقص كده بطريقه جميله، وخلص الماتش. ومانشستر يونايتد بدات تعلى 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 تعلى. وانا اعتقد مانشستر يونايتد هتخلص في التوب فور كده كده السيزون ده. انا ما كنتش اتوقع كده في الاول، بس بالاداء اللي انا بدات اتفرج عليه، لا هم راجعين وبقوه وما بيهمهمش هم بيلعبوا مين خالص الصراحه. نخش بقى على اخر ماتش اتلعب ما بين ريال مدريد وراي فايكانو، اللي اتلعب في سانتياغو برنابيو. ماتش خلص 2-1، بس الصراحه انا حابب اتكلم فيه شويه، لان عندي كام كلمه كده محشورين في زوري الصراحه ونفسي يطلعوا. كامل ان حد كان بيتكلم معايا في الموضوع ده بيقول لي انت رايك ايه في اللي بيحصل، وانت شايف اداء ريال مدريد عامل ازاي الفتره دي. انا الصراحه عايز اقول وجهه نظري كمشجع عادي بتفرج على كوره، عايز اقول وجهه نظري، وانتوا طبعا ليكم حريه الاختيار يعني.
ريال مدريد كسبت الماتش 2-1، قدرت تطلع بالماتش 2-1 ولسه عامله الفرق ما بينها وبين المتصدر برشلونه بنقطه واحده. بس لازم نتكلم في حته ايه اللي اتغير. هو ايه اللي اتغير لما تشابي الونسو مشوه وجابوا اربيلوا؟ هو ايه اللي مشى تشابي الونسو؟ اللي مشى تشابي الونسو انا ما اعرفش ايه اللي مشاه، بس هو بنسبه كبيره اللي مشى تشابي الونسو ان كان في مشكله في اوضه اللبس ما بين اللعيبه وتشابي الونسو، بالذات فينيسيوس جونيور. بس كمستوى تشابي الونسو كاداء هو كان عادي الصراحه. هو في الاول وفي الاخر هو ما فيش حاجه اتغيرت لما مشوا تشابي الونسو وجابوا اربيلوا. انا قلت مثلا لما جابوا اربيلوا عشان كان ماسك الاكاديميه بتاعت ريال مدريد، قلت يمكن يبداوا يعتمدوا على اللعيبه اللي في الاكاديميه ويطلعوا منهم اربيلوا بقى فاهم وحافظ اللعيبه اللي تحت، يبدا يطلع يستخدم. انا الصراحه مش شايف اي حاجه، مش شايف اربيلوا بيقدر يستفيد من اللعيبه دي. مش شايف ان في فرق ما بين تشابي الونسو واربيلوا في حته تدوير اللعيبه. يعني انا قصدي اقول ايه، بعيد عن النتائج، انا مش بتكلم عن النتائج، انا بتكلم على تطوير اللعيبه، بتكلم على حته فنيات شويه، حاجه ادفانسد شويه، بتكلم على الفنيات. انت دلوقتي نازل الماتش بتلعب رايو فايكانو وبتلعبه في ملعبك. معلش انا اسف يعني، في رايو فايكانو ده ما يجيش جنبك حاجه يعني، فريق متواضع جدا. بقاله فتره متخبط جامد يعني، مش بيقدم مستوى حلو رايو فايكانو. فانت طبيعي نازل ريال مدريد، نازل في ملعبك وبتنافس وفرق بينك وبين برشلونه نقطه، فنازل تاكل من الاخر النجيله. طالع من هزيمه من بنفيكا في دوري ابطال اوروبا 4-2، فالمفروض راجع تعمل ايه بقى؟ تعمل كامباك وتعمل ريفنج والجو ده وتبين شخصيتك والكلام ده. بس انا الصراحه ما شفتش كده في الملعب. انا هبدا معاكم في حته نقطه ان هو التشكيله نازل بيها بطريقه غريبه. هو نازل بكامافينجا في باك ليفت. طب هو كامافينجا ليه بيلعب باك ليفت؟ طب ما في كاريراس بره، في فران جارسيا بره. تتفق او تختلف معايا عن مستوى اللعيبه دي، انا بتكلم على الكونسبت نفسه، على المبدا ان هو انت دلوقتي ما دام اللي يخليك. انا دلوقتي مش بتكلم على فريق تعبان، مش بتكلم على فريق اي كلام، ولا فريق درجه تانية، ولا فريق ال 14 على الدوري ولا 15. بتكلم على فريق زي ريال مدريد، بتكلم على فريق زي برشلونه، بتكلم على فريق اللي هي التوب، اللي هي اللعيب اللي عندها اللي هو التاني والتالت بتوعها يقدر يلعب اول في اي فرقه مرتاح. يعني انت فاهمين قصدي اقول ايه؟ يعني مثلا الباك ليفت اللي هو البديل بتاع فريق ريال مدريد، ولا الباك رايت او ايا كان البديل، البودلة بشكل عام بتاعت فريق ريال مدريد او بتاع برشلونه او بتاعت مثلا ليفربول، يعني بتكلم على الفرق التقيله دي. الطبيعي البودلة تقدر تخش تلعب في اي فرقه مرتاح تلعب اساسي. فانا بتكلم في النقطه دي. انت عندك دلوقتي عندك اتنين باك ليفت اوريدي بره، كاريراس وفران جارسيا. ايه اللي يخليك تنزل بكامافينجا باك ليفت؟ على فكره بالمناسبه هو كامافينجا دايما بيأدي 7 8 من 10 وبيعمل اللي عليه الصراحه، وراجل زي فالفيردي بالظبط. بيقدر يعني لو حطيته باك ليفت يقدر يأدي مستوى حلو، لو حطيته في نص الملعب جنب تشاوميني برضه هيأدي مستوى حلو، لو حطيته لوحده في نص الملعب هيأدي مستوى حلو، طب لو حطيته على الجناح هيأدي برضه مستوى حلو. فما فيش خلاف على كامافينجا كلاعب، لا لعيب حلو، لعيب بيعرف يعدي، لعيب عنده مهاره، لعيب ذكي. كل الكلام ده احنا عارفينه. انا مش بتكلم على لعيب، انا بتكلم على فكر المدرب. انت ليه بتستخدم اللعيب ده مركز نص ملعب؟ ليه بتسحبه وتاخده على الباك ليفت وانت عندك بالفعل باك ليفت بره؟ طب ما تنزل الباك ليفت وانزل بكامافينجا في نص الملعب. ليه تلعب بتشاوميني؟ وبرده برده انا وجهة نظري في الموضوع ده مش هتتغير. ايه فكره ان انت تلعب باتنين نص ملعب مع تشاوميني اللي هو بيلينجهام واردا جولر؟ بيلينجهام واردا جولر ما ينفعش ينزلوا الاثنين مع بعض في نص الملعب، دي يعني دي كارثه. عايز تنزل بتشاوميني لازم تنزل بتشاوميني كده كده نص ملعب، وتنزل ببيلينجهام تنزل ببيلينجهام. عايز بقى تنزل باردا جولر مع بيلينجهام، انزل بيه مفيش مشكله، بس ما تنزلش بيه نص ملعب، ما تنزلش بيه لاعب رقم 8. انزل بيه بقى جناح مكان ماستنتونو، طلع ماستنتونو من الاول ما تنزلش بيه، وانزل لو انت عايز تلعب باردا جولر وفكرتك ان اردا جولر بيعرف، عنده الصراحه لعيب مميز جدا، عنده القابليه والقدره ان هو يمسك الكوره ويدي لك لونج ثرو ولا حاجه يجري بيها كيليان امبابي. هو صراحه عنده الميزه دي، واردا جولر حلو. انا برضو هرجع لكم، انا مش بعترض على اللعيب بعينه، انا بتكلم على الفكره نفسها. عايز تلعب باردا جولر يبقى تلعبه يا باشا، ابدا بيه بقى جناح يمين مكان ماستنتونو، طلع ماستنتونو خلاص من الاول، ما تبداش بيه. وعشان تبقى انت وفقت حته ان بيلينجهام واردا جولر بيلعبوا، ونزل لعيبه نص ملعب زي كامافينجا، يبقى تشاوميني وكامافينجا لعيبه رقم 2 رقم 6 وقدامهم بيلينجهام. حد يجي يقول لي يا باشا انت نازل ماتش رايو فاليكانو بتنزل باثنين لاعبين 6، هقول له ماشي ما فيش مشكله، انت معاك حق، بلاش تنزل بكامافينجا نص ملعب او خليه باك ليفت زي ما هو، بس تشاوميني انزل معاه بلعيب بيخدمه رقم 8 زي سيبايوس مثلا. انا واحد من الناس اصلا معترض على سيبايوس في المطلق كلاعب، ومش شايف ان هو اللعيب الاسباني جوهره زي اللعيبه الاسبانيين اللي طالعين، بس احسن الصراحه من اللي موجودين. لعيب رقم 8 يقدر يتقل على الكوره شويه، يقدر يحرك اللعب.
فانت دايما في مشكله في ريال مدريد موجوده لحد دلوقتي من ساعه ما توني كروز اعتزل، ان انت مفتقد اللعيب رقم 8، مفتقد اللعيب اللي يبقى مدي وشه لحارس المرمى وياخد الكوره من الدفاع ويبدا يلف ويبدا يلعب ويبدا يجري الكوره قدام للعيب، يدي كوره رقم 10، يدي بقى لو كنت 9 7 11، يبدا يطلع اللعيبه اللي قدام. فانت مفتقد اللعيب ده، اللعيب اللي هو يقدر يمسك الكوره ويحركها يدور الكوره. انت مفتقد، ريال مدريد مفتقد اللعيب ده في نص الملعب، وعشان كده هو بينزل ببلينجهام واردا جولر مع بعض، وده غلط جدا. انت كده بتقتل نص الملعب، انت كده بتخلي ان تشاوميني متعري لوحده ورا، بتخلي تشاوميني يعمل الدور الدفاعي والهجومي. فلما يجي يعمل الدور الهجومي يتعمل علينا كاونتر اتاكس على ريال مدريد، فبالتالي يبقى في مشكله تانية، ويقعد يقول لك هو ما فيش لعيبه، ما فين الدفاع، ما فيش ده. يا باشا ما هو هنا انت عندك مشكله، انت بتفتقد الكوره كتير قوي، بتفقد الكوره كتير جدا. الكوره بتجي لك وما بتعرفش تستغلها، ما عندكش اللعيب اللي يعرف يمسك الكوره ويدورها ويبقى عنده مفتاح لعب. بلينجهام عنده الكلام ده بس قدام، ما عندوش ورا، ما عندوش انه ينزل يستلم الكوره ويطلع بيها. بلينجهام عنده النص اللي قدام، ياخد الكوره قدام يعرف يتصرف بيها قدام مع المهاجمين. لكن مع بلينجهام ما عندوش القدره ولا التالنت بتاعت ان هو ينزل ياخد الكوره من تحت، اللي هو لعيب رقم 8 ينزل ياخد الكوره من تحت ويطلع بيها قدام. فانت من الاخر كنت محتاج تنزل بتشاوميني، لو عايز تنزل بتشاوميني وبلينجهام لازم تنزل باللعيب رقم 8 زي سيبايوس، هو الوحيد اللي هيحرك. طب ما هو ده حصل، هو نزل سيبايوس، بس هو ايه اللي حصل؟ هو حصل عك. هو في بدايه الشوط الاول لما بلينجهام اتصاب قلنا خلاص يمكن كده بقى يبدا يفهم وينزل، خلاص اردا جولر هيبقى هو صانع الالعاب، هينزل بقى بسيبايوس مع تشاوميني ويقفل نص الملعب كويس. لا، هو قرر ان هو لما بلينجهام اتصاب هنزل ابراهيم دياز. طب ما انت كده برضه عملت نفس الكارثه، بقى معاك اردا جولر وابراهيم دياز الاثنين اصلا ما حدش فيهم بيلعب رقم 8، ما حدش وصل نص الملعب تقيل الاثنين يعني على الله معلش في حته نص الملعب دي. فانت برضه ما عملتش حاجه. طب جيت لما فكرت، لما رجعت، ما جيت تنزل سيبايوس عملت ايه؟ راح طلع برضه نفس المشكله تاني ما بين الشوطين. دي تاني ماتش على التوالي ما بين الشوطين يطلع لعيبه من نص الملعب، يطلع ما بين الشوطين لعيب من قلب الدفاع زي مثلا اسينسيو. طب هو ما فيهوش اي حاجه، لعيب مش مصاب ولا حاجه، طب بتطلعه ليه؟ لا لغرض ايه يعني؟ انا مش فاهم هو ايه الغرض ان انت تطلع مدافع. طب هو طلع اسينسيو ونزلت ورجعت تشاوميني قلب دفاع، اللي هو اصلا الجون جه من عن غلط تشاوميني، الكره ملعوبه، الواد راح سرق تشاوميني وراح شاطها بشماله. وما هو طبعا عشان تشاوميني برضه هو لعيب جامد وانا بحبه الصراحه وكل حاجه، بس ما عندوش حته حساسيه قلب الدفاع، وما عندوش حته الرؤيه بتاعت المهاجمين الخصم، وان هو ازاي يقدر يتمركز ويقدر يمسكهم كويس. فانت تطلع اسينسيو وترجع تشاوميني ورا، ما استفدناش حاجه. طب انت عايز تنزل سيبايوس كل ده عشان تنزل سيبايوس صح؟ طب ما تنزل سيبايوس عادي، وطلع مثلا اردا جولر، طلع ماستنتونو. ليه مصر ان انت تعمل؟ ليه مدربين ريال مدريد مصرين يعملوا دربكه في اللعيبه؟ ليه مصرين يعملوا اللي هو حته الفتي، اللي هو انا هفتي، انا هجيب من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق ومن الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال، شويه شويه تلاقي كورتوا نازل مهاجم صريح. ما تفهمش ايه اللي بيحصل والله. وكورتوا على فكره بالمناسبه هو مش كل مره هيقدر يشيل ريال مدريد، هو بجد والله العظيم بيشيل كميه فرص مش منطقيه. مفيش حارس بشوفه ما شاء الله عليه، مفيش حارس بشوفه بيصد كميه الانفرادات اللي بتحصل عليه واحد على واحد دي. هو الصراحه لولا مدريد هتتمرمط الصراحه. ولازم يبداوا يفكروا في حلول في حته الدفاع دي، لان في كوارث في الدفاع. وعندي برضو نقطه تانية حابب اتكلم عليها، رودريجو. طب انت رودريجو ده الفرق كلها بتتخانق عليه، مانشستر سيتي هيموت عليه، ليفربول هتموت عليه، كل الفرق هتموت عليه. انا لو عندي فرقه انا هموت على ان انا اخده الصراحه. رودريجو انتوا عندكم رودريجو موهبه فذه الصراحه، بيقدر يعدي واحد على واحد، بيقدر يلعب يمين، يقدر يلعب شمال، يقدر يلعب برجله يمين، يقدر يلعب برجله الشمال، بيعمل جامب حلو في الكوره العاليه، بيشوط فاولات حلوه، بيعمل عرضيات حلوه. لعيب عنده كذا ميزه الصراحه. ولعيب مش بتاع مناظر زي فينيسيوس جونيور، مش يقعد يبص لك في السقف ويبص لك في الكاميرا ويقعد يعمل كده وبتاع. لعيب هو عارف، لعيب مش بيشتكي، لعيب بينزل الملعب بيعمل الدور اللي عليه كلاعب، ما بيفرقلوش حد بيقفل ودنه خالص، بيلعب لعب جماعي، بيلعب مع الناس ويهمه المنظومه. انت ليه بتنزله في الاخر؟ ليه مش بتستغله؟ هو انا مش فاهم والله، هو ايه مشكلتكم يا جماعه مع رودريجو؟ المدربين اللي بيجوا ايه مشكلتهم مع رودريجو؟ يعني ايه اللي يخليه ينزل بمستنتون ويطلع رودريجو؟ ايه اللي يخليه ينزل باردا جولر ويطلع رودريجو؟ ايه اللي يخليه مصر ان هو بينزل جارسيا اللي هو المهاجم بتاع ريال مدريد، مصر ان هو ينزله جناح؟ يعني يوم ما يطلع ماستانتونو المفروض ينزل برودريجو، لان ده طبيعي مركز رودريجو. وجارسيا اللي هو بينزل بيه، اللي هو بينزل بجناح، ده اصلا مركزه مهاجم صريح. ايه الفتي اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم الصراحه. والجمهور لسه بيزوم على اللعيبه، وحقهم الصراحه يزوموا، لان هما ريال مدريد كسبت في الدقيقه كام؟ يعني في الدقيقه 100، في الدقيقه حاجه 98 تقريبا بضربه جزاء. اللي هو حتى ريال مدريد، انا عمري ما تخيلت ان انا ممكن ابص في يوم من الايام ان ريال مدريد مستنيه ضربه الجزاء عشان تكسب. اللي هو انتوا مطرود منهم واحد اصلا، مش عارفين تكسبوهم. مفيش، زي ما قلت لكم في اول الفيديو،
في اول الكلام قصدي، موضوع فردي بحت، مفيش جماعي. يعني هي كوره كده بتبقى فرديه كده، اللعيب يعملها بيخلص بقى الماتش وخلصت على كده. مفيش بقى الجماعه. يعني الموضوع هيفضل دايما، ماتشات ريال مدريد هتفضل مخليه الجمهور كله على اعصابه. مفيش حته البساطه، مفيش حته اللعب، مفيش الجماعيه، مفيش الكلام ده كله. ريال مدريد لو فضلت كده مش هتاخد اي حاجه على فكره، ولا هتاخد دوري، ولا هتاخد شامبيونز ليج، ولا هتاخد، هتطلع بالمولد ده صفري. هتطلع بالموسم صفري قصدي، اللي هو بالمولد بلا حمص يعني، اللي هو تطلع صفري كده، فاهم؟ اللي هو لازم الاداره تتدخل، لان الجمهور بدا يزوم حتى على فرنتينو بيريز رئيس النادي، والموضوع بهوأ منهم. لازم، مش كل مره مبابي هياخد الفرقه ويروح، مش كل مره فينيسيوس هيعمل فردي، فلازم الاداره تتدخل. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. يا رب يعني دايما احاول اطور من نفسي، والفيديوهات ان شاء الله اللي جايه تعجبكم كتير، ونحاول نتكلم مع بعض اكتر واكتر على كل الفرق، بس انا دايما بتكلم عن الماتشات التقيله بالذات. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.